من مساوئ أو من سلبيات قانون الأحوال الشخصية إن الزوجة ممكن ترفع دعوى النفقة في أي محكمة تانية، مش لازم المحكمة اللي هي تابعة ليها أو الزوج تابع ليها. إزاي؟ أولا إحنا عندنا حاجة اسمها اختصاص مكان. طبعا قبل قواعد الاختصاص ده مفيش حاجة اسمها النفقة بتبقى مبلغ معين من المرتب، يعني ربع المرتب أو تلت المرتب، لا، هي سلطة تقديرية للقاضي على حسب يسار الزوج. ففي قضاة بيحكموا بمبلغ كبير وقضاة بيحكموا بمبلغ قليل. فالستات بقى بيعملوا ايه؟ بتشوف الدايرة اللي القاضي فيها بيحكم بمبلغ نفقة كبير، وتقوم رايحة ضاربة عقد إيجار واخد عليه إثبات تاريخ. طبعا كلنا عارفين إن عقد الإيجار اللي بتاخد عليها إثبات تاريخ ممكن ما تبقاش حقيقية أصلا، ممكن ما فيش مؤجر أساسا، هو عقد بيتكتب وصاحبه بيروح الشهر العقاري ياخد عليه إثبات تاريخ ويختمه ويدفع رسومه ويمشي. لا الشهر العقاري بيتأكد من وجود عقار ولا من وجود مؤجر ولا أي حاجة، عكس التسجيل، إثبات التاريخ على عقد الإيجار. وتروح بقى تقوم رافعة قضاياها في المحكمة دي عشان القاضي يحكم لها بمبلغ كبير. دي من إحدى سلبيات قانون الأحوال الشخصية أو إحدى مساوئه. طبعا الناس هتقول لي وهي الزوجة تعرف منين؟ أكيد المحامي اللي قايل لها. عندك حق، بس إحنا عايزين المشرع يتدخل ويمنع الموضوع ده، يا إما محل إقامة الزوجة اللي في البطاقة أو محل إقامة الزوج أو مسكن الزوجية اللي في قسيمة الجواز.